الشاعر أحمد رشاد أنا رئيس فرع رابطة الزكارين وكتاب الأغاني في السويس. هو أحد أبطال المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 73 أثناء حصار السويس، وكتب الأغاني الوطنية بس ما رقصش أثناء ذلك، وله 4 دواوين شعرية وقصة بعنوان ليلة الرؤية، وله منا التحية والتقدير. اتفضل. بلد النضال والتضحية، بلد الرجولة والفدائية، بلد السلام أغلى هدية، بلد يا ذوق يا اسماعيلية، يا ما عشنا كتير بطولات وتاريخنا بيكتب حكايات، برجالك دايما منصورة في معارك النهضة وفي كنالك، بنقول لشعوب كل الدنيا حفروها ولادك ورجالك، وقناتنا الأولى شغالة والثانية تجدد في نشاطي، وجيوشنا الواقفة تحميكي، وجيوشنا الواقفة بتحميكي، وقلوبنا الطاهرة حواليكي، شاربين من خيرك وحنينك، وصرتنا تملي في عينيكي، يا عزيزة بخيرك وولادك، يا قوية في صبرك وعنادك، يا حمامة حب بترفرف، العالم كله بيتهفهف، وبحبك أكتر من نفسي، بسفاينك دايما بتمسي، وتهل الفرحة لما بتمسي، ودموعي تغيب ومعها يأسي. هذه القصيدة لأم كلثوم. الله عليك. املأ كفوفك نور وعلم، هندس واحسبها أمان، إياك تطاوع يوم حلم من غير أساس ومباني. اللي بنى مصر في الأصل كان بنا على كتفه شان حمولها، وبخيرها يتهنى، لا همه لحظة خوف وبطويها يتحنى، مغنيلها موال مدفون في حضن المونة، عارف طريقه وسكته، راسم بإيده ضحكته، لحظة يوم كان ولا حتى اتأنى. ده اللي بنى مصر أحمد وأخوه حنى، النيل سقاه رواه، مصر الجذور، مصر التراث، تاريخ يتغنى، شاهد عليها النيل إنجيل وقرآننا، حق المحبة حياة هتدوم لأحفادنا، يا اللي انت فاسك بيهد، يا اللي انت فاسك بيهد وساند عروق الدرع من قلبنا، وعايش ما بيننا الخير، مضغوط بعيد عنا، مضغوط بعيد عنا، عدت علينا لا قدرت يوم تكسرنا ولا ايدي عرفت تشلنا، اسم حروف الكلمة واصبر علينا استنى. ده اللي بنى مصر جذوره في الأرض ممدودة، لا أرض قدرت تاكله ولا قدرت عليه دودة، بنى وشيد هرم وعلى مبانيه، لا عمره يوم رجع ولا عمره قال مبانيه، يشهد عليك الزمن يا ابن الكرم والجود، وكتب بإيده يفتقوا قبل السنين بسنين، ادخلوها ادخلوها وعيشوا فيها آمنين، عيشوا فيها آمنين. ده اللي بنى مصر. أنا في الحال السجن وإسماعيلية حبيبتي وزكريا حبايبي كلهم إخواتي، هقول لكم حاجة واقعية. الواد بطاطا صابر الوسطى، وسطه خفيف زي السوس، شغال في ورشة ميكانيكي، ما تقولش لاحق أفريقي، ده واد رجولة وأليستا، الوسطى دايما واخده معاه، يسمع نصايحه أوام تلقاه ذكي ومبدع وقروبة، وفي شغله تلقاه لهلوبة وإيده على العدة سباق. حرم بطاطا التعليم سرقوا طفولته ابنه يتيم، حاول يرسم خط حياته، ضحى بعمره وأنقذ ذاته، حارب الفقر بكذا من ايده. واللي عجبني فيها يا جماعه
عمره ما شال في ايديه ولاعه. وفي زماننا القاسي الغادر شرب المنكر مبقاش نادر، ويلعب تمارين ببراعه، وفي وقت فراغه بيمارس، يلعب سلم، يلعب حارس، شاطر ناصح 100%، ويذاكر محو الأمية، واصحابه طلبه في مدارس ثانوي التانية بقى بيتعلم، كل زمايله عليه تتكلم، واحتراماته علينا ده واجب، حتى اللصة بيه يتعاجب ويعامله على انه معلم. والله برافو عليك يا بطاطا، عدى الصعب بكل بساطه، اتشطر، اخذ الثانويه، يروح يدخل الكليه ويفرق دوف شوكولاته. ولا برافو عليك يا بطاطا. وإلى الفارس الرابع وهو بطل أيضا من أبطال أكتوبر، نرحب بالشاعر إبراهيم حشيش، وهو رئيس فرع رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالجيزة، وهو أحد رجال قوات الشرطة المصرية. يمتاز دايما بالشعر الفكاهي وله عدة دواوين، وله مني التحية والتقدير. فليتفضل. هي بس حاجه كده انا متغاظ منه لسه واحنا جايين بفكروا بيه. هو سبب من اسباب تدريسي في رئاسه رابطه الزجالين وكتاب الاغاني منذ 10 سنوات. طب يستحق التحيه بقى يا استاذ محمد. بجد لان احنا كنا قاعدين في اجتماع مجلس اداره وكنا بنختار خليفه، يعني واحد بعد المغفور له باذن الله الشاعر محمد ابو سيف. ف يعني اخترنا النائب بتاعه، فالنائب بتاعه قبل ما نثبت اختيارنا ليه يعني وخلال الشهر المهله التثبيت ده بدا يتعامل معانا كاننا مثلا تلامذه عنده. سليمان تجيب الدفتر معاك وتحت الكتله فلان اعمل كذا، هو قاعد كمل في مجلس الاداره بعد كنا 15 في الوقت ده. قال لا ما ينفعش الكلام ده، هو بيهزق الرموز بتاعتنا، نسحب الثقه منه، نسحب مش هنرشحه. قدم حاج سليمان لرئاسه الرابطه يقول لا، يا محمد ابو ادم الفرع يقول لا. راح ضربني في جنبي كده وقال لي ما تدخل يا اخي. قلت له يا اخي انا لسه واخد وكيل وزاره قريب مش عايز اشغل نفسي. قال لي قدمت وفوجئنا ان ال 15 14 13 مختاريني وواحد مترشح ضده طبعا لا يمكن هيكون، والرابع مش سامع احنا بنقول ايه. فهو سبب تدريسي